عايزكم تركزوا قوي في القصة دي. عندنا مريم وأحمد. مريم خارجة من علاقة كانت بتدي فيها كتير، والعلاقة دي ما كانتش بتديها غير البير مينيمم، فخارجة من العلاقة دي لأ I want the moon and the stars and ترابيزات بينج وبليار. على الجانب الآخر برضو كان شخص جيفر وبيدي كتير في العلاقة دي، ولكن يكتشف إن الشخص اللي معاه كان مستغل، فخارج من العلاقة دي لأ أنا مش هدي غير البير مينيمم لحد ما أطمن إن الشخص اللي معايا مش مستغل. ويشاء القدر إن الاتنين دول يتقابلوا ويرتبطوا. وطبعا انتوا عارفين ايه اللي حصل، ان الاتنين دول سابوا بعض، ولكن الفكره ان الاتنين دول لما سابوا بعض لقوا انهم سابوا بعض عشان نفس الاسباب اللي فاتت. هو ساب الشخص ده عشان شخص مستغل، وهي سابت الشخص ده عشان بيديها البير مينيمم. وفي الحقيقه الاتنين دول لو اتقابلوا قبل العلاقات اللي دخلوها الوضع كان هيختلف، لان واضح ان كل شخص فيهم كان جيفر في العلاقه اللي قبلها. فوانتوا بتشوفوا معايا الموضوع من فوق، هقول ده كتساؤل: هل فعلا ان العلاقات بتتكرر، ولا احنا بنبقى منحازين اننا نكرر باترن معين؟ والسؤال الاهم: تفتكروا ايه اللي لو اتغير في معالجة الناس دي للصدمات اللي عدوا بيها او التجارب اللي عدوا بيها، القصة دي كانت انتهت نهاية مختلفة؟